السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوجبه ديال الغداء اللي هي صحيه وكامله وان شاء الله تعجبكم. بزاف منا بعض المرات كيكون عندنا اللحم ولا كيكون عندنا قطبان وكيكون عندنا اللحم هكا محطوط ولا في الفريغو شنو وما كنعرفوش ما نديرو به. كنبغيو شي فكره اللي تكون مختلفه على المعتاد، ما كنعرفوش شنو نديرو به. فاليوم بغيت نشارك معكم هذه الفكره وهذه الوجبه وان شاء الله تعجبكم. تبعوا معايا الفيديو وما تنساوش الا كنتو جداد معنا في القناه ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد. غادي ناخذ العدس اللي ديجا هنا سلقته وصفيته، غادي نزيد عليه الفلافل المقطعين احمر وخضر واصفر، بامكانكم فقط تكتفيوا بداكشي اللي عندكم. وغادي نزيد عليه بصله مقطعه وغادي نعصر عليه واحد شويه ديال الحامض وغادي نزيد عليه لا موطارد. الموطارد كيبقى اختياري، بغيتو تزيدو زيدو، سينو ما بغيتوش تزيدو ما تزيدوش. غنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون وشويه ديال زيت العود وصافي. غادي نخلط هادشي كامل وغادي نزيد عليه حق هنايا زيت الخيار مقطع. فانتوما كتبقى الاضافات على حسب الاختيار، الا عندكم الطون عندكم المايونيز وبغيتو هكا تزيدوهم حتى هما كتزيدوهم، فالمهم تخدموا بداكشي اللي عندكم. وهنا غادي نزيد القزبر والمعدنوس باش كيزيد واحد المنظر زوين، واحد المذاق زوين، كيعطي اضافه لا سالاد ديالنا. هنايا غادي ناخذ المقله غادي نسلط فيها بصله وغادي نزيد عليها هذاك اللحم اللي ديجا مقطع. هذا قطبان كان عندي في الفريغو وما شويتوش، داز عليه الوقت هكا وما شويتوش صافي. قلت شنو غندير غادي نديرو بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وزدت عليه شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه السكينجبير وشويه ديال التحميره، وزدت هنا شويه ديال القرفه كيف ما كتشوفوا صافي. الثومه هنايا غير قطعتها، بغيتو تحكوها حكوها صافي. وشويه ديال الزيت، وانا زدت واحد المعلقه ديال الزبده باش تزيد واحد البنه واحد الختوريه. كلشي غادي نديرو في المقله. غتقولي يا حياه واش غنزيدوا الماء؟ لا ما غاديش تزيدوا الماء حياه، غادي يجي ناشف وداكشي لا ما غاديش يجي ناشف وما غيطيبش اللحم وكذا وكذا، وخص الكوكوط وخصنا نسدوا عليه هادشي كامل. انا كيف ما كتشوفوا كنطيبوه غير في المقله وكيطيب، غير هي كتغطيوه. هنا زدت القزبر ومعدنوس حتى الاخر. تغطيوه بشي طبسيل ولا شي حاجه، ديروا ليه الغطاء باش هذاك الصهد ديالو كيرجع عليه وهو كيطلق الماء وكيطيب فيه. هذاك ملي كتغطيه مع البصله ومع داك الغطاء هو كيطلق الماء وكيطيب في هذاك الماء ديالو. المهم هنا حركته شويه صافي وغادي نزيد مازال نغطيه ونقص عليه شويه العافيه. ديروا على عافيه مهيله وخليوه حتى يطيب على خاطره. هنايا اون باراليل غنخليه كيطيب وغادي نمشي ديك البطاطا اللي حتى هي كنت ديجا سلقتها. انا كنسلقها بقشورها، كتجي المذاق ديالها مختلف تماما على قطعتوها وسلقتوها. وغادي نزيد عليها بصيله مشلده، قزبر معدنوس، مليحه، بزار، الكمون وزبيته ديال العود. زبيته العود حتى هي كما المعتاد صافي. غادي نحرك هذا الشيء. ايوا وهذه اخويتي شليضه السلطه ماروكان ومن لا يعرفها، المساند الرسمي للوجبات والحل الامثل في الحصلات. يا سلام على القافيه. انا ملي كيجيني الجوع بدا ونحصل له نتلف ما نلقى ما كندير عليا بصله ومطيشه وانا سهلت عليا المعيشه. لا زعما كلشي على القافيه. المهم هنايا هذا ملي طاب ليا داك اللحم، زدت عليه هنا الكريم فخاش. الا ما عندكمش الكريم فخاش تقدروا تزيدوا غير دانون مسوس. فهنا زدت هنا شويه ديال الكريم فخاش صافي. وغادي نحركوا بما تخلط الخليط كامل ولا متجانس صافي. نحركوا غير شويه على العافيه نيت بما نديه ونجيبو هكا صافي ونطفي عليه البوطه وها الماكله واجده ومريضنا ما عنده باس. وهنا باش نكمل الوجبه راه درتها العصير درت فيه فريز والباربه وحامضه والماء صافي. السكر هادشي اللي كاين. نتمنى انا يكون الفكره عجبتكم وما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وخليو شي كومونتير باش تشجعونا ونكبروا العائله ديالنا ان شاء الله، ويوصلكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله باذن الله. ويلا باشركم بروكات لا توصلوا. في امان الله، القاكم الفيديو الجاي.